اعتقد ان احنا المفروض نيجي كده سنة في الفيديو ده. اتمنى صوتي يكون واضح. في الفيديو ده احنا هنجاوب عن سؤال: هل ممكن اتعلم لغتين في نفس الوقت وازاي اعملها؟ في الاول كده انا اتمنى تكون ان الجماعه اللي بتسمعني دي كلها بخير. بص، اجابه على السؤال الاولاني بتاع هل ينفع اتعلم لغتين في نفس الوقت ولا لا، هو وش ينفع. يعني لو ده سؤالك لا، وش ينفع. بس السؤال بقى المفروض يبقى ايه احسن طريقه اتعلم بيها اللغتين في نفس الوقت. وبرضه في هنا تو سيناريوز. في السيناريو بتاع ان اللغتين دول اصلا جداد عنك تماما، انت ما تعرفش حاجه عن اللغتين دول. وفي السيناريو التاني ان انت تكون في لغه انت عارف فيها شويه، زي مثلا واحد بيتعلم انجليزي والماني. الالماني بالنسبه له جديد جدا، هو لسه بادئ يتعلم الماني. بس الانجليش يعني كمان واخده في ابتدائي واعدادي وثانوي، فهو عنده شويه بيسكس كده، بس هو طبعا ما بيعرفش يتكلم فلوينت يعني. فالفيديو ده انا هحاول اقول اللي انا اقدر، يعني فاهم، هنقل لك اللي انا اعرفه واللي انا عملته ونعمل ميكس كده حلو وظريف. اولا انت لو اللغتين دول جداد تماما عنك، فانت لازم تخلق مود لكل لغه من الاتنين دول. يعني مثلا خلينا نقول انت بتتعلم الماني وبتتعلم اسباني مثلا، او بتتعلم، ماشي خلينا نقول الماني واسباني. دلوقتي اللغتين دولت بالنسبه لك جداد تماما، ما تعرفش عنهم اي حاجه، وده في حد ذاته حاجه حلوه ان انت هتبدا يعني هتتعلم صح. مثلا لو هتتعلم صح هتتعلم على نظافه، فانت اللغتين دول ما تعرفش عنهم اي حاجه تماما. لازم تخلق مود لكل واحده فيهم. يعني ايه؟ يعني مثلا لازم تدخل، يعني مش عارف افهمها لك ازاي، بس زي مثلا انت ممكن تتلخبط في اوضه واوضه تانية. ليه؟ لان الاثنين غالبا هيكونوا شبه بعض، فانت لازم تخلي لكل واحده مود مختلف. يعني مثلا خلينا نقول للالماني مثلا هتجيب سكتش مثلا لونه ازرق، والسكتش اللي لونه ازرق ده مثلا ورقه هيبقى لونه اصفر شويه مصفر كده. وكل ما تيجي تتكلم وكل ما تيجي تتعلم الماني، احنا دلوقتي بنتكلم عن الالماني، لغه زي الالماني مثلا انت بتحدد في دماغك ان خلاص انا هتعلم الماني، يبقى انا هعمل سكتش مثلا لونه ازرق للالماني وسكتش لونه احمر للاسباني. ولما تيجي تكتب في السكتش الازرق ده هتكتب بقلم اسمر مثلا، انما لما تيجي تكتب في السكتش الاحمر هتكتب بقلم احمر. قصدي ان انت هتعزل كل حاجه لوحدها، مش هتدخل الاثنين في بعض، لان الاثنين دولت مفيش واحده احسن من الثانيه، فوارد جدا ان دي هتتلخبط مع الثانيه. لان انت في الاول مخك مش هيفهم مين اسباني ومين الماني. اكيد هيفهم بس بنسبه قليله، يعني لسه مفيش واحده اقوى من الثانيه، فممكن طبعا يحصل كونفيوجن. فانت بتفصل عن الموضوع ده، بتفصل الموضوع ده عن الموضوع ده بالذاكره البصريه. بس بقى لو في واحده احسن من واحده، زي مثلا الماني وانجلش، طبعا يعني ممكن يبقى عندك في الانجليش البيسكس، بحكم ان احنا مثلا ممكن نكون دارسينه من ابتدائي واعدادي وثانوي، فحتى لو انت ما بتعرفش تتكلم كويس انت عندك البيسكس. ففي الكيس دي بقى الموضوع اسهل بحبه حلوين. ليه بقى؟ لان انت بتبقى عندك واحده احسن من واحده، فانت ممكن تستغل الموضوع ده ان انت تتعلم مثلا، خلينا نقول ان انت بتعرف الماني، خلينا نقول ان انت ما تعرفش حاجه في الالماني بس تعرف في الانجليش شويه، فانت لما تيجي تتعلم الماني هتتعلم الماني بالانجليش. لما تيجي تترجم كلمه مثلا الماني هتترجمها، هتسيرش مش بالعربي، مش هتكتب الكلمه الالماني في السيرش تطلع لك بالعربي اللي هو من الماني العربي، لا هتعملها كده بس بالانجليش مثلا. ده بيخلي الانجليش بتاعك جامد جدا. يعني انت مع فتره طبعا الموضوع يبان ان هو سهل بس هو رخم. يعني انت تخيل كل كلمه انت مش هتعرفها هتترجمها بالانجليش، وغالبا انت مش هتبقى عارف الانجليش فهتترجم الانجليش. ودي الحته اللي احنا هنروح لها بقى، ان انت هتترجم اصلا الانجليش ده لان انت غالبا برضو مش هتعرف. بس لما تيجي تعرف حاجه هتعرفها كده اللي هو اسطمبه واحده، اللي هو هتعرف دي ودي ودي. فدي الميزه في الموضوع، ان انت يعني فاهم هتتبنى اللغه اللي انت بتتعلم بيها دي. هيبقى في لغه كده اللي هو ايه الاساس. انا لما اجي بتعلم لغه بتعلمها بالانجلش، فبيزود الانجلش عندي، فدي حاجه جامده جدا. يعني الانجلش وش طبعا يعني مهم جدا، فان انت يكون عندك الانجلش حلو دي مش حاجه وحشه، يعني ده كده مش حاجه وحشه. وده اللي انا عملته على فكره. يعني انا لما جيت اتعلم اسباني، وده اللي خلى برضو الانجليش عندي احسن من الاسبانيش، او هو ده اللي خلى الانجليش عندي اللي هو اللغه اللي انا بستريح لما اجي اتكلمها اكتر من اي لغه تانية. هم اصلا اسباني وانجليش وعربي بس ده بيخليني مستريح اكتر، لان انا متعلم بالانجليش، والانجليش مهم. الانجليش اهم من اي لغه تانية. خلينا متفقين، انت عايز تتعلم لغه تانية اتعلمها، بس لازم وش يكون معاك انجليش. فاهم قصدي؟ يعني مش هقول لك بقى الانجليش مهم ليه، لا هو الانجليش مهم يعني
مش ده الفيديو، انا مش طالع اقول لك الانجليش مهم ليه. وبرده يعني برده لما تيجي تذاكر مثلا جرامر، الاقرب للالماني اكيد انجليش من عربي، صح؟ فانت لما تيجي تتعلم جرامر بتاع سواء الالماني هيبقى احسن لك تتعلمه بالانجليش. ولو انت ما انتش عارف الجرامر بتاع الانجليش مصلحه، اعرفه وبعد كده اتعلمه من الماني الانجليش. بص، هو الكلام يبان ان هو سهل، بس وهو سهل على فكره، بس هو برضو محتاج وقت وتعب. يعني الحاجه اللي مثلا صاحبك بيعملها في مثلا في تكست مثلا محتاج ان انت تترجمه، ففي واحد بيترجمه من اسباني لعربي على طول، فهو ممكن ياخد معاه ساعه مثلا، هو انت ممكن ياخد معاك 3 ساعات او 2.5 ساعات او 2 ساعات اكتر، بس انت استفادتك اكتر. بس اعمل ده وهتشكرني بعدين لو انت مثلا في كليه ألسن ولا حاجه، او في كليه اداب او في اي حاجه، لان الناس غالبا بتنسى اللغه اللي هي التانية، فاهم؟ اتمنى يكون الكلام مش في الفاضي وبس. لو عندك اي اسئله حطها في الكومنتس تحت واكيد هرد عليها. ولو عجبك الفيديو ما تنساش بقى تعمل لنا فولو على الحاجات اللي هتبان تحت دي، الحاجات دي وبس. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.